أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن لائحة اللاعبين المستدعين للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس من 22 إلى 26 من مايو، وذلك قبل الكشف عن اللائحة النهائية الخاصة بكأس العالم 2026. المهدي الحرار الرجاء الرياضي، منير الكجوي نهضة بركان، يانيس بن شاوش موناكو الفرنسي، إبراهيم جوميز أولمبيك مارسيليا، إسماعيل باعوف كامبور الهولندي، مروان سعدان الفتح الرياضي، عبد الحميد آيت بودلال ستاد رين، محمد الشيبي بيراميدز المصري، أنس صلاح الدين PSV أيندهوفن، سمير المرابيط ستراسبورغ، عمران لوزا واتفورد، أسامة ترغلين فاينورد، ياسين جاسيم ستراسبورغ الفرنسي، إسماعيل الصيباري PSV أيندهوفن، سفيان بوفال من لوهافر، وريان بونيدا من أياكس أمستردام، ياسين زبيري ستاد رين، عثمان معمى من واتفورد، سفيان بن جديدة المغرب الفاسي، يانيس بيجراوي إستوريل البرتغالي، أيوب بوعدي ليل الفرنسي، توفيق بن طيب تروا، أيوب أميموني أينتراخت فرانكفورت، وسفيان الفوزي شالكة الألماني، سفيان بوفتيني الوصل الإماراتي، يوسف بالعماري الأهلي المصري، أيوب الكعبي أولمبياكوس اليوناني، سفيان الكرواني من أوتريخت الهولندي، أمين السباعي أنجي الفرنسي. لائحة تضم مواهب شابة وأسماء محترفة قوية، فمن برأيك يستحق التواجد في القائمة النهائية لأسود الأطلس في مونديال 2026؟